المصريه، ومن اكتر الافلام الاوفر ريتد، اللي هو اللي ما بتحبش بحب السينما يبقى انت مالكش في السينما. لا، الفيلم معفن بصراحه بالنسبه لي يعني. رقم اتنين بالنسبه لي هو فيلم الرئيس عمر حرب. بص، هو الفيلم كله ممكن نعمله يعني ايه، في اوضه نوم. يعني هو البطل دايما نايم، بيحلم حلم وحش، بيروح ينام مع واحده من الاخر، ودي بتحبه ودي ما بيحبهاش، ودي في العربيه ودي مش عارف ايه والكلام ده. واللي هو فيلم عامل لك فيها فلسفي، يعني هو عامل فيها بس هو مش فلسفه ولا نيله، فاهم؟ ما فيهوش برضه غير ممثل واحد اللي بيمثل، الا وهو خالد صالح، الوحيد اللي كان عامل برضه كاركتر وشخصيه ومش عارف ايه. الباقيين دي طالعه بالحمالات ودي طالعه مش عارف ايه. الهدف من الرسالة الجميلة دي ايه؟ ان انت ما تهزرش مع الشيطان، والشيطان هو اللي فاسك، والشيطان هو المتحكم في العالم. فانت لكن عموما هل في اي حاجة ليها لازمة تاني؟ لا مفيش. فيلم طويل جدا وممل، وانا ما بحبوش واحد من الناس. الفيلم رقم ثلاثة، اتمنى تكتبوا لي انت في الكومنتات نتناقش فيه سوا. وبس كده، سلام.